تحياتي. أكثر حدا لازم يولى به الاهتمام هو المعلم. المعلم هو اللي بيشكل المجتمع، هو اللي بيصنع، هو اللي بيشكل الإنسان، هو اللي بيشكل القاضي، هو اللي بيشكل الطبيب، المهندس. هو المسؤول عن توازن المجتمع. شغلته. إذا كان الأستاذ أو المعلم ما عنده القدرة، ما عنده النفسية أو النفسية لا تعطيه القدرة على الإعطاء والتعليم، كيف بده يكمل؟ نحن عنا المعلم الله يكون بعونه، يعني بيكون من 4 سنين مشتري بنطلون ولهلأ عليه كسر وديون. لازم يكون عنده راتب عالي، لازم يكون عنده امتيازات. المعلم لازم يدخل على الصف، على القاعة، يكون بأوج نشاطه. لازم تكون البسمة على المرسومة على وشه. لازم يكون في عنده تفاؤل، يعطي تفاؤل، يعطي أمل للآخر. لازم يكون مؤثر، يعطي المعلومة صح حتى ينقل المعلومة صح للطلاب. المعلم لا يمكن يكون محبط، ما بصير يكون محبط، ما بصير يكون غير متفائل. المعلم كتير مهم انه يكون بحالة صحية نفسية متزنة دائما، ولازم يكونوا منقايين، لازم يكونوا نخبويين. هذا هو المعلم صراحة. فلذلك الله يرضى عليكم، ديروا لنا بالكم على المعلمين، لأنه المعلمين هن الأمل. يعني هن اللي بدهم يعملوا هذا الجيل إن شاء الله اللي جاي، هو اللي بده يشكل هالمجتمع ويبنيه من أول وجديد. وشفناكم بخير.